وقتك في الحياة كبني آدم محدود جدا، وعلى نطاق صغير وقتك في اليوم محدود. فلو فكرت بشكل عقلاني مستحيل تاخد كل حاجة، او مستحيل تعمل كل حاجة. مستحيل ان انت تسافر وتخرج وتعمل كل حاجة نفسك فيها، وفي نفس الوقت تحقق انجازات في دنياك، وتعمل حاجة مهمة للمجتمع ومهمة لأهلك وعيلتك، وان انت تأثر في حياتهم وكده. فمش هينفع تاخد كل حاجة. دي الحاجة الأولانية. وعلشان وقتك محدود، فأنت من العقلاني برضو ان انت تحاول تضاعف الحاجات اللي انت بتحطها، المجهود اللي انت بتحطه. فعندك اول حاجة الاولويات، لازم تحط اولويات وما تحسش بالذنب ان انت فايتك حاجات، لانك مستحيل تعمل كل حاجة. فاولوياتك في يومك ايه؟ الصلاة، الشغل، شغلك على نفسك، ان انت تطور نفسك، او ان انت تعمل حاجة اهلك يستفيدوا بيها مثلا. كونك ان انت بتحس بالذنب ان انت فايتك حاجة، وان في ناس تانية بتسافر وبتتفسح وانت لأ، فده يعني عارف، احساس بالذنب غير مقبول، لانك مش هينفع ان انت تاخد كل حاجة. يعني ده المنطقي. والناحية التانية اللي هي ناحية الليفرج، ان انت برضو محتاج تلاقي طريقة ان انت تضاعف مجهودك، بمعنى ان انت تحاول تلاقي طريقة ان انت تحط ساعة وتاخد منها ساعتين ثلاثة، بحيث ان انت تضاعف وقت او تطلع بأقصى مكسب من الشغل اللي انت بتحطه، او من حياتك بشكل عام. هتعمل الموضوع ده بقى بكذا طريقة. ممكن تعمله مثلا ان انت تشتغل على نفسك، ان انت تعين ناس. ممكن تشتغل على نفسك ان انت تلاقي طريقة مثلا انت تعمل محتوى وتعمل شغل مرة، وتحاول توسع الدائرة بتاعت الناس اللي هي بتشوف شغلك، بحيث ان انت تبيع اكتر. عموما دول حاجتين انت المفروض تركز عليهم، ولازم تبقى فاهمهم كويس علشان تبقى محدد اولوياتك صح، ما تندمش على الحاجات اللي فايتاك. وفي نفس الوقت تلاقي طريقة ان انت تشتغل بذكاء، ما تبقاش داير يعني سوري حمار في ساقية عمال تشتغل ساعات كتيرة وخلاص، والمهم ان انت بتشتغل. لا، ما انت عايز تشتغل بذكاء. بس فدي ارهاصات فكرية كده طلعت لي على اخر الليل، فحبيت ان انا اشاركها معاكم.